السلام عليكم. البسيمة، لو حضرتك متخيلة ان الفرق ما بين البسيمة والهريسة والبسبوسة هو كمية الجوز هند والسميد، فأحب أقول لحضرتك ان مش ده الفرق الجوهري. أمال ايه هو الفرق الجوهري؟ في سر صغير جدا هنقوله النهاردة مع بعض في الفيديو. شايفين الأول قوام البسيمة بتاعتنا عاملة ازاي؟ شايفين الخيوط الرفيعة دي الشفافة؟ بتدل على ان هي معلكة كده وبتمضغ وقوامها مظبوط جدا. طيب يلا بينا على الطريقة. هبتدي اول حاجة بالمكونات الجافة بتاعتي، وهي الجوز هند والسميد، الدقيق والسكر، وهنبتدي ان احنا ندخلهم مع بعض كويس قوي سواء بالايد او بسباتيولا او باي حاجة، والمهم ان هم يكونوا يعني تداخلوا كويس جدا. بعد كده هننزل بالسمنة، بس هدفيها حاجة بسيطة عشان اعرف اوصلها لكل المكونات الجافة بتاعتي. هتلاحظي ان كمية السمنة كأنها صغيرة على المكونات، ولكن ما تقلقيش، حاولي بس توصليها على قد ما تقدري لغاية لما يكون شكلها عامل كده. بعد كده المفروض ان احنا هنضيف العسل، او ممكن تستبدليه بعسل الجلوكوز او بشربات تقيل، ولكن لو حطيناه كده مش هنعرف ان احنا نوزعه كويس. عشان كده هبتدي ان انا ادفيه عشان قوامه يبقى سايل اكتر، وبرده هوصله زي ما عملنا مع السمن بالظبط لكل انحاء المكونات الجافه بتاعتي، لغايه لما هيكون معايا المنظر ده كده. هيبقى فاضل لي حاجه واحده، وهي السوائل بتاعتي اللي هي الحليب او اللبن، وهنحطها مره واحده، وهبتدي بخفه جدا ان انا اوصلها لكل المكونات الجافه بتاعتي. خدي بالك ان قوام البسيمه مش زي البسبوسه طري، لا هتكون انشف شويه، ولكن لما تضغطي عليها بالمنظر ده كده يعني بتتجمع مع بعضها. هبتدي بقى ان انا احضر الصينيه بتاعتي اللي انا هحط فيها البسيمه، وده انا حط عن طريق ان انا حاطه الاول ورقه زبده في القعر، وبعدين هبتدي ان انا ادهن الصينيه بتاعتي كلها من كل الجوانب بالسمن كويس قوي، وهنزل خليط البسيمه وهحاول ان انا افرده بالايد كويس قوي لغايه لما يكون شكله متساوي بقدر الامكان. تركايه بقى سريعه عشان خاطر السطح بتاعها يطلع املس، بجيب اي معلقه عندي وبمشي بالظهر بتاعها بالمنظر ده كده، هتلاقيها بتخلي منظر الصوابع بتاعتك تروح تماما، ويبقى شكل الصينيه بالمنظر ده كده. دلوقتي بقى على الفرن المسخن مسبقا على 190 درجه مئويه. خدي بالك بقى عشان التركايه هنا في الشربات بتاع البسيمه. التكنيك عادي جدا زي اي شربات، ان انا على نار متوسطة عالية ببتدي ان انا احط الاناء بتاعي وبنزل بالسكر وبالمية، وببتدي ان انا ادوب السكر كويس قوي لغاية لما يختفي تماما، وبعدين بنزل بالليمون عشان خاطر طبعا يساعد على ان الشربات بتاعي يعد، وتقليبة اخيرة، وبعدين هسيبه تماما، مش هاجي جنبه اطلاقا. اول ما يبتدي يغلي هنا بقى هنحسب 9 دقايق بحالهم على نار متوسطة عالية. اما ان الشربات بتاعك يوصل لدرجة حرارة 111 درجة مئوية لو عندك ترمومتر، او ان انا هسيبه 9 ل 10 دقايق. اول بقى لما الصينية بتاعتي تطلع من الفرن وهي سخنة، شايفين بقى منظر الشربات بقى عامل ازاي؟ ده كده وهو دافي. لو سبتيه درجة حرارة الغرفة هيبقى بالظبط عامل زي الجلوكوز التقيل، وده اللي احنا عاوزينه عشان خاطر تطلع البسيمة بالقوام المظبوط بتاعها. من الحاجات اللي هتعرفك انك ماشية صح ايه بقى؟ اولا احنا هنضيفه امتى؟ هنضيفه والبسيمة لسه خارجة من الفرن حالا وهي سخنة وهو دافي، عشان اعرف ان انا اوزعه. وهبتدي ان انا احط الكمية كلها، تمام. وزي ما حضرتك ملاحظة معايا هتلاقيها مش بتتشرب في البسيمة زي حالة البسبوسة. لو اتشربت زي حالة البسبوسة بسهولة كده، اعرفي انك يعني خليتي الشربات بتاعك خفيف، وان البسيمة مش هتطلع بالقوام المطلوب اللي احنا عايزينه. هيبقى يعني شبه بالظبط البسبوسة، ولكن الاختلاف هيكون في الطعم، شوية جوز هند زيادة. لكن احنا عايزينها تبقى عاملة كده، هتحسي ان هي واقفة مكانها، الشربات مش بتتحرك. ما تقلقيش، سيبيها بس حوالي 10 دقايق كده مكانها، هتلاقيها اتشربت وبقت بالمنظر ده كده. هسيبها طبعا بقى تبرد تماما، وبعدين هنبتدي ان احنا نقطعها، وهتستمتعي بأحلى بسيمة هتاكليها في حياتك، هترجعي تكتبي لي كده.